جاءني أستاذ جامعي عندنا في مدينة المنصورة وقال لي: يا شيخ محمد، لقد ابتليت بمرض في قلبي واحتجت إلى جراحة عاجلة، وقرر الأطباء وأنا رجل ميسور الحال أن أسافر إلى لندن على ما أذكر، وهنالك قرر الأطباء لي جراحة، فقلت لهم: هل أستطيع أن أرجع إلى بلدي مصر لمدة 3 أيام لأوصي بما أريد ثم أعود؟ قالوا: لا بأس، وأعطوه دواء وعاد. يقول لي وأنا جالس مع صديق لي، وفي الناحية المقابلة أرى جزارا يبيع اللحمة، فوقعت عيني على امرأة كبيرة في السن تقف إلى جوار هذا الجزار، كلما وقعت قطعة من العظم أو من الدهن أخذتها وضعتها في كيس. قال: فشدتني جدا، فخرجت إليها وقلت: ماذا تصنعين يا أمه؟ قالت: يا بني، أجمع أي شيء من اللحم أو الدهن لأولادي، عندي 6 بنات لم يذقن طعم اللحم منذ كذا وكذا. فقال: كم تحتاجين من اللحم؟ قالت: أحتاج نصف كيلو. قال: فقلت للجزار: اوزن لها 2 كيلو. ثم قلت له: كم حساب السنة كاملة إذا أعطيتها كل أسبوع 2 كيلو؟ قال: حساب كذا. فأخرجت له حساب عام كامل، وقلت: هذه السيدة تأتيك كل أسبوع، فأعطيها 2 كيلو من اللحم. يقسم لي بركة المرأة على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وظلت تدعو الله بدعوات على الفطرة. قال: فأبكتني وكأني لم أبك في حياتي من قبل، وهزت أعماقي وقلبي. قال: والله يا شيخ شعرت بقوة في بدني وفي نفسي، حتى لو كلفوني أن أحطم جدارا لحطمته. قال: فلما وصلت إلى بيتي بهذا الفرح والانشراح الذي ملأ قلبي والطمأنينة التي أستشعرها، فتحت لي ابنتي الجامعية وقالت: ما شاء الله ما شاء الله، أراك سعيدا يا أبي وأراك فرحا، بل أراك نشيطا. فقص عليها قصة المرأة. قال: فبكت ابنتي وقالت: أسأل الله أن يسعدنا بشفائك كما أسعدت المرأة وبناتها. قال: وأصر الأهل أن أسافر إلى لندن مرة أخرى. قال: وهنالك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، حين أعاد نفس الفريق المتخصص الفحوصات والكشف، وإذ بهم ينظر بعضهم إلى الآخر ويتساءلون: ما الذي جرى؟ ماذا فعلت؟ فقال: ماذا ترون؟ قالوا: أما الجراحة التي كانت قد قررت لك لتوسيع بعض الشرايين في القلب وتركيب شرايين أخرى، لم تعد الآن في حاجة إليها، فدلنا ماذا صنعت في هذه الأيام القليلة؟ فقال هذا الرجل كلمات جميلة. قال: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لها: يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، لا تحزني، لا تحزني، والله ما ابتلاك ربك إلا وهو يريد لك الخير. والله وأنا أقسم ما ابتلاك ربك إلا وهو يحبك، وأنت أخي والله ما ابتلاك ربك إلا وهو يحبك. أنا أقسم، نعم نعم أقسم. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فيا أيها المبتلى، يا من ابتليت، يا من ابتليت بفقد مالك، يا من ابتليت بموت حبيب لديك، يا من ابتليت بفقد صحتك، يا من ابتليت بفقرك، يا من ابتليت بمرضك، يا من ابتليت بأي لون من ألوان الابتلاء، أبشروا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أقول لهؤلاء جميعا: فرج الله كربكم وكشف الله همكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم البلاء، وأن يجعله رفعة في درجاتكم، وأن يملأ قلوبكم سعادة، وأن يقيض لكم في هذه الساعات من يدخل على قلوبكم السرور. والله جل وعلا غني عن كل خلقه، قادر على إسعادكم بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن أعظم القربات أيها الأفاضل أن تتقربوا إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى عباده، بالإحسان إلى خلقه، بالتوسعة على الفقراء والمساكين. فما أعظم الصدقة والزكاة والعطاء في هذه الأيام والليالي الكريمة المقبلة. كم من سنن حتى في الجمعة، في يوم الجمعة كم من سنن ضائعة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأكثروا، ينادينا ويقول: أكثروا من الصلاة علي فيه فإنه تعرض علي صلاتكم. أمران تأملهما. الأمر الأول: هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وله عليك الحق العظيم بعد حق الله عز وجل، يقول لك: أكثر من الصلاة عليه. ما سألك الدنيا ولا سألك أمر من حطامها الفاني، قال لك: أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هل تنسى هذه الوصية؟ هل يليق بك؟ وخاصة إذا كنت طالب علم تجلس في بيتك ما يسمع منك ولدك في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجلس الشخص مع أولاده يوم الجمعة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجمعة وداخل الصلاة، والباقي الله المستعان. ونقولنا طلاب علم وأننا أهل سنة وأننا أهل، وتجد الواحد منا من أضيع ما يكون للسنة. أكثروا علي من الصلاة فيه. ثانيا يقول: فإن صلاتكم معروضة عليه. تأمل إذا جاء يوم الجمعة وعرضت صلاة الأمة عليه وما وجد فلان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 أو 5، ترضى هذا لنفسك؟ بدل جمعة مباركة وبدل هذه الأمور التي ليس لها أصل، أحيي السنة. تعال بين الناس يوم الجمعة وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد بطريقة تدل فيها الناس على الهدي. ترى إنسان غافل تقول له: ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمه سنة، كم لك من الأجر إذا علمته. لو أن ولدك أفاق يوم الجمعة وهو يراك كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منك هذه السنة فأصبح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضرب بها عظمة لسانه إلا كان لك مثل أجري. ولو تعلمها منه أبناؤه ولو تعلمها منه جيرانه وإخوانه لك مثل أجوره. من دعا إلى هدى، من سن في الإسلام سنة حسنة.